أم كلثوم دي حكاية. طبعا حفظها للقرآن الكريم على ايد الشيخ ابراهيم والدها خلى مخارج الحروف عندها صحيحة وسليمة. وبعدين تدين بالفضل والولاء للشيخ مصطفى اسماعيل رئيس دولة القرآن العظيم اللي استعانت بيه كتير في حياتها عشان يعلمها علوم القراءات. وحتى في مرة من المرات يعني حصل خطأ كده خفيف، وكانت في استوديو 16 والشيخ مصطفى اسماعيل عمل لها كده بايده من ورا الازاز، فام كلثوم ارتبكت، وكان عبد الوهاب بيقود الاوركسترا وقال لها في غلطة يا سومة. قالت له عرفت منين يا مولانا؟ قال لها عرفت من القرآن يا ست. رحم الله مولانا مصطفى إسماعيل رئيس دولة القرآن العظيم اللي أفضاله على كل القمم اللي جت في مصر. وطبعا مصطفى إسماعيل كان موجود وعضو في لجنة الممتحنين في الإذاعة، يعني كان مستحيل أي حد منشد أو غير منشد أو ملحن يعدي من الإذاعة من غير امتحان مولانا مصطفى إسماعيل يرحمه الله.